استطاع المنتخب المغربي من الفوز على منتخب الغابون في المباراة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا 2025 بأربع أهداف مقابل واحد، سجل كل من حكيم زياش هدفين من ضربتي جزاء. أما الهدف الثالث فكان من توقيع إبراهيم دياز، وهو الهدف الأول لنجم ريال مدريد مع أسود الأطلس، في حين الهدف الرابع سجله أيوب الكعبي. ويواجه المنتخب المغربي في المباراة الثانية منتخب ليسوتو يوم الاثنين 9 أكتوبر 2024 على أرضية ملعب أدرار بأكادير، بعد تعذر منتخب ليسوتو في إيجاد ملعب يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي الإفريقي لكرة القدم، لذلك قرر اختيار ملعب أكادير كملعب لاستضافة مباراته. وستنطلق المباراة على الساعة 7 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 10 بتوقيت مكة المكرمة. وستنقل المباراة على قناة بي إن سبور القطرية وقناة رياضية TNT التي تبث مجانا على القمر وتلسات 21 درجة شرقا. ويذكر أن منتخب ليسوتو سقط في الجولة الأولى من التصفيات أمام منتخب إفريقيا الوسطى ب3 أهداف مقابل واحد. لا تنسى إخبارنا برأيك في التعليقات. ما هو توقعك لنتيجة المباراة؟